عمركم فكرتوا الصبغة ممكن تعمل ايه في شعركم؟ عارفين يا جماعة فكرة التاتو ازاي هو بيدخل حبر جوه جسمك، عشان كده بيبقى صعب جدا ان انتي تشيليه. تخيلي انتي بتعملي كده مع شعرك ازاي كل مرة بتصبغي الشعر فيها الصبغة بتبقى مضطرة ان هي تكسر الاوتر لاير اللي بتحمي الشعر وتدخل جوه عشان تلونه، فبالتالي انتي بتحصلي على شعر ملون. طبعا الصبغه لو فيها امونيا ده هيدمر لك شعرك، انسي شعرك بقى لفتره 3 4 5 سنين بعدها. اما لو الصبغه ما فيهاش امونيا فده ضرر اقل شويه، لانه ستيل الكالر بيدخل جوه شعرك، فالاوتر لاير بتتدمر عشان الشعر يبان بلون افتح. ومعظمهم بيبقوا فيها هيدروجين بيروكسيد لان ده بيخلي الشعره افتح وكمان بيخلي اللون يثبت على شعرك. فحتى لو مفيش في الصبغه امونيا بيبقى فيها ماده الهيدروجين بيروكسيد، ودي ماده ضاره جدا على الشعر. فطبعا ده بيخلي شعرك يتكسر بسرعه، بيخليه يقصف بسرعه، واصعب حاجه بيخلي شعرك ما ياخدش المويستشر من اي كريم او مرطب انتي بتحطيه. يعني شعرك ما بيبقى very dry طول الوقت، لانه اصلا هو بيغير في تركيبه الشعر. في كل مره بتصبغي فيها شعرك بتعرضي شعرك ان هو يخسر بروتين، ان هو يكون اضعف ويفقد المرونه بتاعته مع الوقت، وطبعا ان هو يكون very dry. حتى الصبغه اللي بتتحط بشكل مؤقت اللي هو اللون مثلا اللي بتشتريه وبتحطيه على شعرك وتغسليه في اخر اليوم، ده بيبقى فيه كميه الكحول غير طبيعيه، فالالكحول اصلا بيخلي الشعر دراي. ولو انتم مش عارفين الالكحول بيخلي الشعر دراي ازاي، فاكرين زمان لما كنا بنحط الالكحول على ايدينا عشان الكورونا؟ فاكرين الدراينس اللي كنا بنحس فيها من الالكحول؟ تخيلي ده على شعرك. الكالر اللي بيبقى موجود في التمبراري دايز دي بيكون بجد في كمية preservatives غير طبيعية، وكمان بيكون في مواد ضارة جدا على الشعر. ولو انتي هتموتي وتصبغي شعرك فحاولي تدوري على صبغه ما فيهاش امونيا وما فيهاش بيروكسيد، وحاولي على قد ما تقدري تستخدمي حاجه ما بتقعدش كتير على الشعر، زي مثلا حاجه بتقعد بس 4 ل6 اسابيع على شعرك وبس كده، لانه اي حاجه بتقعد فتره اطول على الشعر معناها ان فيها نسبه بيروكسيد اكتر بكتير، وده هيضر شعرك اكتر. ولازم مع الصبغه ترطبي شعرك بماسك تقيل، حتى لو انتي في العادي مش بتستخدميه لازم تعملي كل اسبوع ماسك لشعرك. ولازم مع الصبغه تستخدمي اي حاجه بتحاول ان هي تصلح البوند بتاعه شعرك، زي مثلا اولابلكس او K18 او اي حاجه من الحاجات المكتوب عليها هير بوند ريبير. ولو انتي من الناس اللي بتحب شعرها وفي نفس الوقت عايزه تفتح شعرها شويه، فانتي ممكن تستخدمي حاجتين طبيعيتين جدا، زي ان انتي تغلي البابونج وبعدين تحطيه على شعرك وتقعدي في الشمس، او ان انتي تحطي على شعرك ليمون وتقعدي بيه نص ساعه في الشمس كل يوم. هيخلي شعرك يتغير بشكل افضل واحسن بكتير، وهيفتحه بس بشكل طبيعي ومش هيضر شعرك خالص. بجد يا جماعه البروسس ان انتي تصلحي شعرك اصعب بكتير من اي حاجة تانية. اي حاجة ممكن تتصلح ما عدا ان شعرك يتحسن. الموضوع بيبقى صعب قوي قوي وبيختلف من نوع شعر لنوع شعر. لو شعرك كيرلي زي شعري انا مش عارفة اقولك ايه ربنا معاكي. بس صدقوني مش عشان مثلا شهر او سنة حتى شعري هيكون فيها بلون مختلف اضيع 10 سنين قدام عشان ارجع شعري تاني بالشكل والتقل والتكستشر اللي كان عليها قبل كده. فنصيحتي ليكم حاولوا ان انتوا تستخدموا حاجات طبيعيه زي البابونج زي الليمون عشان تحسنوا شعركم، وابعدوا بليز عن الصبغه. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لاي حد محتاج يسمع الفيديو ده. وقولوا لي هل انتوا صبغتوا شعركم قبل كده وصبغتوه كام مره، وقولوا لي تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه.